انسحبت عرضة الأنسية اللبنانية مريم كينغ من مقابلتها مع الإعلامي اللبناني هشام حداد بسبب سؤال عن عمرها، ونشرت مقطع فيديو صادم لما حصل في الكواليس. وفي التفاصيل نشرت مريم كينغ على حسابها عبر انستغرام مقاطع فيديو من كواليس تصوير مقابلة لها مع هشام حداد، حيث سألها عن عمرها الحقيقي لترد مريم طفل هذا السؤال ما بينسال، بالرغم من محاولة هشام إرجاعها إلا أنها غادرت الحلقة. وأرفقت مريم الفيديو بتعليق كتبت فيه: ما بعرف أعمل مقابلات لبنانية بحياتي، صحافة صفرة، سؤالات بايخة، بس الهدف يستفزوني بعد ما قلتلهم قبل ما أروح سؤالات خاصة مبادئ، وقال شو ممنوع تصوير. كما عادت مريم كينغ ونشرت مقطع آخر من كواليس تصوير الحلقة ظهرت فيها أثناء دخولها إلى الاستوديو، حيث كانت الأمور هادئة تماما. وكتبت في تعليق على الفيديو: حكوني أول مرة رفضت أطلع، رجعوا حكوني إنه أوكي تاني مرة، وكل شي اتفقنا عليه، والشوط اللي حطيته محترموها، وصاروا يعيطوا علي، قال شو ممنوع تصوير، قلت لهم رح فلس كتب. بعدين بيقولوا له للشعب ما تصور. في طبيعي؟ لا ما في طبيعي، انا بصور. لا ايدك عم تلفون. جاي ببلشهم بتشرطوني. آخر شي المنتج صار بده ياخد تليفوني ويكسره لما فليت وعيط على الشاب معي. شو هذا التعتير؟ لما تدفعوا $1,000,000 فيكم تتشارطوا، شو بدي قولي 100 مرة أطلع؟ لما طلعت سألوا سؤالات خاصة وبهدلة. إذا أنتم موظفين أنا ما خصني، جين تكسروا بالضيف وتشارطوا يا عيب الشوم. بحياتي ما بقى أطلع مقابلات بهدلة. منتج قال منعوني حل. يلا الغوا الحلقة هلا أشرف. ما مبين كتير ريد ابدا. لا هيدا من للاشتراك في القناة اضغط على زر اشتراك. للتوصل بالجديد اضغط على زر الجرس. وإذا أعجبك هذا الفيديو اضغط على إعجاب.